كيف تكون شخصية ناجحة؟ يا جماعة النجاح ده ما سهل، لأنه النجاح ده لو سهل ما كان أي زول كان بيكون ناجح. لكن النجاح عايز اجتهاد، عايز إنك تشتغل على نفسك، عايز إنك تضع أهداف وتركز عليها وتحاول إنها تحققها. ما بتحقق كل الأهداف مع بعض، لكن أنت بتحقق هدف. كل ما تصل لهدف بتكون ساعي لإنك تحقق الهدف اللي بعده. لازم ثقتك بنفسك تكون عالية في تحقيق أهدافك، وتكون عارف تماما بإنك أنت حتصل للهدف ده، وبإنك أنت حتحقق الحاجة اللي أنت عايز تصل لها. ثقتك في نفسك، وضعك لأهدافك وإيمانك بها، تشتغل على نفسك وعلى تحقيق الأهداف دي. الحاجة الثانية إنك أنت لازم تتعلم إنه تتدرب على إنك تتحمل المسؤولية وتكون في مواقف قيادية. يا جماعة ما تشتغلوا بصوت لولو دي قاعدة جنبي وأنا بصور. لازم تكون أنت يعني تحاول إنك أنت يعني تتخطى في مواقف قيادية، إنك تكون شخص قيادي، بمعنى إنك أنت إذا وضعت يعني في أي موقف إنك تقدر تدير هذا الموقف وتقدر تدير هذا المكان اللي أنت فيه. يعني تكون شخصية قيادية، شخصية مسؤولة، تتحمل المسؤولية، يعتمدوا عليك. دي من الحاجات اللي ممكن توصلك للنجاح. ثقتك في نفسك، إيمانك بأهدافك وبالشيء أنت عايز تصل له. اشتغلوا على نفسكم يا جماعة. النجاح بيتحقق بسهولة، بس داير يعني الإنسان يشتغل على نفسه، يشتغل على ثقته في نفسه، يحاول يكون شنو، وبعدين ما تيأسوا. يعني احنا دائما في مسيرة الحياة عادي بتلاقينا يعني عقبات. انا ما بقول انه دي مشاكل، لكن بعتبر انها دي عقبات والناس بتتخطاها، بتتخطى هذه العقبات. فخلوا عندكم اصرار على حاجاتكم اللي عايزين تحققوها.